الله تعالى وبركاته في وصفات سامولين. جبت لكم اليوم صفيحة لحمة كيبقاو يديروهم هذه تركية وهذه لبنانية، يعني جبت لكم زوج وصفات في وصفة واحدة. يعني جبت لكم لي موديل، هذه يديروهم هكا تركية، يديروهم هكذا صفيحة، يديروهم كبار. انا درت لكم كل واحد درتو وحده، وهذه درتها لكم تاع لبنان، هذه يديروهم لبنانيين. شوفي يجيو هكا والله البنة هايلين، شوفي شحال يجيو شابين. ونقول لك جربيها، هي معي المقادير كيف نحضروها، يعني ايطاب باغ ايطاب، والبنه على سمنه، والله ما تندمي عليها، وصفه ناجحه 100%. ونقول لك هاهي شوفيها، تجي هذه شوفي كيفاه تجي، هي معي المقادير كيف نحضروها ايطاب باغ ايطاب. والله العظيم غير في المطاعم تاع اسطنبول تجيلك غاليه. عندي 3 كيسان ونص تاع الفرينه، هاهي 3 كيسان ونص كيما راكي تشوفي. غرفه كبيره تاع الخميره تاع الفوق، غرفه كبيره تاع السكر هكا. نحطو كاع المكونات، نديرو نص كاس تاع الزيت، نص كاس تاع الزيت، ونديرو علبه تاع ياغورت تاع طبيعي هكا كاع، نديرو كاع، ونليمو بالماء دافي. نوريلك القوام تاع العجينه تاعنا كيفاه يكون هكا هكذا. ونليمو نخلطو كاع المكونات كما راكي تشوفي، ونليموهم بالماء دافي. هو يجينا كاس تاع الماء دافي، تليميها هكذا غير بالتدريج بدون حليب بدون يعني هكذا. وما تجيبي العجينه ديري لك كاس، هذا الكاس تاع الماء دافي، شتي في العجينه، وما تجيبي هكذايا ليميها وخليها هكذا، ديري لها غير هكا واحد دقيقه وانتي هكذا تعجني فيها، تليميها وما ديريها تخمر. نروحو دوكا للحش، نخليوها تخمر واحد نص ساعه حتى 45 دقيقه. نروحو نحشو هكذا، نحط شويه تاع الملح، يعني غرفه صغيره تاع الملح نسينا ما درنا، وندخلوها هكذا في العجينه ونخليوها تخمر. خلاص هاهي العجينه تاعنا هاهي واجده. نروحو دوكا ونخليوها تخمر هكا، نسينا الملح ما درنالهاش، غرفه صغيره بزاف عليها. نروحو دوكا نديرو الحشو. عندي لهنايا بصله هكذا نقطعوها، انا رايحين نرحيو كلش. عندي نص حبه تاع الطرشي حمراء، ولا تحبي ديري الطرشي يعني اللي تحبيها بصح حمراء تعطي البنه. نقطعوها هكذا. ثان عندي حبه تاع الطوماطيش تاع نقطعها، وعندي كميه تاع فيونداشي، عندي لهنا تقريبا واحد 300 غرام، قريب 300 غرام تاع فيونداشي. نخليه نجيبو نرحيو كاع هاد المكونات ثلاثه، نرحيوهم في الاشواط كما كتشوفين. نجيبو اشوار ونديرو فيه هذيك الخضر، ونزيدو نقطعو الطوماطيش ونديرو. هذا هو يجينا نديرو به الليمون به الفيونداشي، يعني اللحم الملحي يجينا جاري. والله العظيم غير خير من اللي تروحي تخسري دراهمك في المطاعم وانت عندك كلش في الدار. هكذا في اشواط تقطعي هذيك الطوماطيش وتجيبي هكذا سنه تاع الثوم هكذا، وديريها ثاني تقطعيها هكذا، وتجيبي ترحي كلش. نرحيو دوكا ونولي معاك كما راكي تشوفي. ها هو كذاك الحشو كيزدنا له ديك السنه تاع الثوم، رحينا كلش وجبناه لهنا وليمو به. قلت لك هذاك الفيونداشي يجينا جاري، يعني باش نقدروا نديرو هكذا. شتيني كاع خلطو باش يجينا شويه طال روحو. ندير هكا زوج مغارف تاع الزيت، ندير الملح هكا، ملح ديري الملح وفلفل كحل، وندير طوماطيش مصبره، ندير غرفه صغيره تاع طماطم مصبره هكا. هو يحب الفلفل الكحل هكا، ديري مليح كونتيتي مليحه تاع الفلفل الكحل. هذا الموضوع اليوم فين نجيبو هكا طماطم مصبره، ديري غرفه صغيره وديري المكونات وتخلطي كاع المكونات هكا. خلاص دوكا خلطو كاع. الا شتي هذا يعني نحيها يجي معاك الخشي هكذا. شوفي كيفاه يولي طالقه روحها، شوفي كيفاه طالقه روحها هكا. هكذا تجيبي شوفي ديري هكذا، شوفي ديري نقسموها على زوج، نديرو زوج انواع، وحده تركيه وحده لبنانيه. كيفاه يديروها شوفي، نقسمها هكا عجينه على زوج كما راكي تشوفي. البعد هذه نعاود نرجعها بالريسيبيو، وهذه نجيبها ونديرها هكا، نديرها كويرات صغار هكا، كويرات صغار هكا. نكملو كاع نديرو الكويرات ونولي معاك ونكونوهم هكا. عاودو نكملو هكا. تجيبي هكذا الحبه، تجيبي فرينه، هي استعيني بالفرينه هكذا. جيبيها حليها شويه رقيقه هكا، حليها بالحلال، لازم بالحلال بيديك ما تقدريش تحكمي فيها رقيقه هكذا. تجيبيها زيدي عاونيها هكا بيديك، تجيبيهم هكا قريصات صغار
خاطر يجيو لنا يعني يجيو هكذا يجيو لنا ملاح. ومن بعد نمسحي الفرينه هكا وتجيبي هذاك الحشو اللي درناه هكا، تجيبي هذاك الحشو وديريه غير تمنى هكا نمسحيه كما حنا نقولو هكا. ومن بعد تجيبي من هذا الكوطي قلسيه هكا، من هذا الكوطي هكا شوفي قلسيهم زوج منا وزوج منا هكا، زوج منا وزوج منا، جينا زاوية قائمة يعني على بعض. هذه هي شوفي كيفاش تكون هكا ونديروها بسنيوة. تكملي كاع الطريقه تاعك العجينه الاولى، تكمليها القسم الاول ديريه نفس الطريقه وديريها في الفرن 180 درجه كما راكي تشوفي. ديريهم هكا الزيت هكا، تجيبي غير كنفه تجيبي هكا في كاس ديري هكا تدهنيهم بالزيت، ومن بعد ديريهم في الفرن درجه حراره 180، يعني ما ديريهمش بزاف، حتى 10 دقائق ما تخليهمش حتى يلبسوا يجيو طرايا ويجيو بنين. دوكا نروح لك الحشو الثاني يبقوا هكذايا، ديري هكا بروده ومن بعد ديريها هكا، ديريهم هكا ديريهم هكا، وما تجيبيهم ديريهم هكا، نديروهم شويه صغار ما نديروهمش كبار، يعني تحبي ديريهم كبار تحبي ديريهم صغار كما تحبي، يعني هما نديروهم كبار بصح حنايا رانا في الدار كل واحد باش نديرو له الحبه تاعو. ديريها هكا كرايات، ديروهم كاع هكا كرايات شويه كبار ولولي كذا، تجيبي كرايات هكا ديريهم كاع هكا كرايات، وبعد تجيبي وحليها هكا هكا حليها هكا، حليها رقيقه، استعيني بالفرينه هكا شوفي هكا، استعيني بالفرينه حلوها رقيقه. ما تستعيني بالفرينه وبدا يحلي العجينه تاعك رقيقه على شكل بيضاوي يعني اوفال كيما حنا نقولوا، ومن بعد نديروها في السنيوه كما راكي تشوفين، نديروها في السنيوه نديروها بابي كويسه باش ما تلصقش، ومن بعد نجيبو ونديرو هذاك الحشو تاعنا اللي يكون جاري كما وريت لك هكذا، ديري غير بيديك يعني بيديك تجيلك الطريقه سهله خير، وما ديريها في الفرن كما في الاول على 180 درجه حتى وين طيب، يعني ما طيبش يابسه طيب طريه. هو كي يطيبوا شوفي هكذا نروحو دوكا الصحن التقديم نديرهم لك. هاي بعد ما طابوا يطيبوا هكذا نديروهم في طبق تقديم يعني في طبسي باش نقدموه هكذا. شوفي ها هو طابلنا ودوكا شوفي هكا يطيب غير كلاغ ما يطيبش حمر بزاف باش ما يجيش يابس، وما دوكا نقدموه في طبق تقديم. هاي شوفي هذه هي وصفتنا تاعنا اليوم، يعني نقول لك جربيها، هذه لبنانيه وهذه تركيه، صفيحه تركيه وهذه لبنانيه، والله العظيم بنه على بنه وبنينه. شوفي ما تجيش يابسه ما تخليهاش حتى تيبس، طيب غير هكذا. ونقول لك جام ابوني الوصفه، ونقول لك صحه فطوركم، ونقول لك بقى على خير.